حمو قال انه المباراه هذه معناها اللي باش ينتصر فيها باش يكون بنسبه 60% في النهائي، وهذا اللي نتوافق فيه مع حمو. في المباريات اللي قبلها حكينا عليها حمزه قلت لك ديما نعطي افضليه منتخب على منتخب ثاني. المباراه الوحيده واللي ما نجمش نعطي فيها افضليه منتخب على ثاني هي مباراه انجلترا وفرنسا. مباراة معناها بكل المقاييس خلينا نقولوا 50% 50% متقاربة في كل المعطيات. مباراة اللي التفاصيل نتاعها تقريبا باش تلعب على جزئيات بسيطة، على ممكن من كرة ثابتة، ممكن من ركنيات، ممكن من ضربة جزاء، ممكن الفريق اللي باش يكون أقل أخطاء هو اللي باش يخرج بنقاط المباراة. معناها الحلول اللي فيها كيما نقول لك فراكسيون سكوند هي نتاع التركيز، هي اللي باش تحكم في مجرياتها وفي نتيجتها النهائيه. تقريبا المباراه نراها اصعب مباراه في هذا الدور هذا اللي هو دور الربع النهائي، وصحيح انه سابق الاوان، لكن كما قلت لك الفايز فيها بقدره الله باش تلقاه هو معناها في النهائي، لانه اثنين منتخبات نرجع لكلمه حمو نهائي قبل نهائي.